بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم. والله هو انا كنت عايز كده اتكلم معاكم في موضوع مهم. هو ليه يا جماعة قناة نادي الزمالك ومجلة نادي الزمالك مسخرة برامجها وكتاباتها وكل حاجة للكلام على النادي الاهلي؟ انا عايز افهم. اتكلمت انا من كام يوم وقلت يا ريت يا ريت نادي الزمالك يركز مع حال نادي الزمالك علشان الدنيا تتظبط. لكن اللي انا شايفه ان لا، الناس سايبه المشاكل اللي عندهم وسايبه البلاوي الزرقاء اللي هم فيها ومركزين قوي مع الاهلي. مش فاهم مجله الزمالك تقريبا في احتمال الاداره القانونيه في النادي الاهلي يعملوا يرفعوا قضية بالنسبة للمقالة اللي طلعت في مجلة نادي الزمالك. ف شاغلين بالهم بالأهلي وغلط في الأهلي. أنا مش فاهم ليه. احنا بجد يعني أنا مش متخيل يعني نادي سايب حاله والمشاكل اللي عنده كلها ومركز مع نادي تاني خالص ناجح. طب ما ركز معاه اللي انا عايز انجح زيه. ليه عمال اشتم فيه اغلط فيه؟ ليه استفدت ايه؟ بتجمع يعني جمهور حواليك؟ لا، الجمهور على فكرة هيتجمع حواليك لما تكسب. على فكرة يعني هو جمهور نادي الزمالك تقريبا لو سألت اي حد هيقول له تكسب بطولات وتبقى تمام و... وفي رعاية كتير تجيلك عشان انت بتكسب ونادي محترم كده. ولا تفرح لما حد يطلع يشتم في الاهلي؟ هيقولك لا يا عم، انا عايز اكسب واقرب من الاهلي كعدد بطولات وكعقد رعايات وانا هبقى مبسوط ساعتها. وساعتها بقى نقول بقى احنا ند للاهلي، ويبقى بالفعل مش بالكلام. متهيألي ان ده الرد الطبيعي لاي زملكاوي بيحب نادي الزمالك. ما فيش زملكاوي يقول لك لا لما اطلع اشتم في صالح سليم ولا في حسن حمدي ولا في الكابتن محمود الخطيب ابقى انا كده، لا انا كده مبسوط قوي. لا 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 خالص. انتوا فاهمين غلط. وقناة الزمالك عماله واخده الاهلي، هو ده موضوعها، شغلها الشاغل. كل يوم كل يوم كريم ابو الحسن ومحمد صبري والحاج محمد رجب. الحاج محمد رجب ده اللي مش عايز يحترم سنه، عامل زي نسخه من مرتضى منصور. نسخه حطنا في القناه. وبرضو ما فيش فايده، برضو عاملين احتقان. وخالد الغندور حماده على قناه الزمالك وحماده تاني خالص على اون سبورت. يا كابتن خالد، انت اما بتطلع على التلفزيون او بتكتب حاجة على السوشيال ميديا حضرتك مش جمهور، حضرتك اعلامي وفي ناس كتير بتسمع لك. احترم الناس، احترم عقول الناس، ما تبقاش عيل صغير. انت من الاخر انا بشوف بوستاتك وبشوف فيديوهاتك بقول ايه الطفل الصغير ده؟ انت بجد بتبقى تافه قوي. يا كابتن خالد احترم نفسك واحترم سنك واحترم المنبر الاعلامي اللي انت بتتكلم منه. وطلعوا الاهلي شويه من دماغكم. ومفيش مجاملات بتتعمل للاهلي. ده اتفاق يا حبيبي ما بين والكلام ده كان على الكل. كان ايام ما كان الزمالك لسه في بطوله افريقيا، ولما كان بيراميدز وفيوتشر كمان كان ماتش بره الملعب ليك 4 ايام قبلها، ماتش جوه ملعبك بيبقى 3 ايام قبلها ممكن تلعب ماتش. فغصب عنهم بينفذوا الكلام ده يا حبيبي. هو مش مجامله للاهلي وكان بيتعمل معاك كده. انت من امتى ما بتتجاملش؟ لكن انا بقول لك انت، الاهلي مش بيتجامل. الاهلي واو بتقول انت بتيجي على المنتخب عشان الاهلي. افتكر كده كاس العالم قبل اللي فات، مين اللي دفع الفاتوره؟ الاهلي يا حبيبي هو اللي دفع الفاتوره علشان البطوله اللي كانت منتخب مصر بيلعبها. نعقل الكلام كده يا جدعان، وما نقولش كلام يسخن الجماهير على الفاضي. لان انتوا عارفين اللي انتوا بتكذبوا. وليه بتشعللوا الدنيا؟ احنا عايزين نهدي الدنيا وعايزين نعلي من بطولتنا.
انتوا ناس غريبة جدا، وركزوا مع فرقتكوا، ركزوا مع فرقتكوا. انا مش عارف لحد امتى هنقول كده، ولحد امتى هيتسكت على قناة نادي الزمالك ومجلة نادي الزمالك وعلى خالد الغندور راعي التعصب في مصر. يعني اتقوا ربنا يا جماعة، اتقوا ربنا في الناس واتقوا ربنا في نادي الزمالك، علشان كنتوا، انا الحمد لله راجل اهلاوي مبسوط، ناس محترمة ما بتردش بالردود اللي انتوا بتقولوها دي. بس انا طلعت اقول الكلمتين دول دلوقتي لان الصراحة الموضوع بقى مستفز جدا. يلا سلام عليكم.